الحكاية بتبدأ بفريق عسكري بيوصل مستشفى بيجمع شوية أطفال. المجموعة دي بيتم إعدادها بشكل مدروس جدا إن هم يبقوا جنود، يعني بيعودوهم على القتل واللأف عن طريق إن هم يشوفوا حيوانات بتقتل بعضها، وبيتم تدريبهم ذهنيا وجسديا. ومش بس كده، كمان بيغربلوهم بحيث إن ما يفضلش منهم غير الصفوة، يعني اللي بيتمتعوا بالذكاء والبنية الجسدية القوية والتنفيذ الفوري للأوامر بلا جدال أو نقاش. أما اللي أقل منهم بيفرفروهم على طول. وبنتعرف هنا على التود، صفوة الصفوة اللي لا تنطفي له نار ولا يستوي له فار. وبالفعل بنشوف تود بيشارك في الحروب في كل أنحاء الأرض وحتى القمر، وبيبان قدامنا ان هو يتمتع بكفاءة عالية جدا، ما يعرفش حاجة غير القتل حتى لو كان على حساب الأبرياء. وأثناء الراحة ما بين العمليات بنتعرف على القائد تشيرش، هو قائد المجموعة دي من الجنود، اللي بيفاجأ ان القائد الاعلى بتاعه جنرال ميكام جاي عليه وجايب له شوية جنود جدد معدلين وراثيا بحيث ان هم يكونوا اكثر ذكاء وقدرات بدنية اعلى وكمان سرعة اكتر، علشان يبقوا اقوى واسرع من الجنود اللي قبل كده، رغم ان الجنود اللي قبل كده ما اثبتوش فشلهم في اي مهمة راحوها. واول ما تود بص في عين واحد من الجنود دول ما شافش فيها غير الموت، شخص متبلد المشاعر، آلة قتل متحركة. ومن باب ان كل واحد عايز يثبت ان هو الصح ويثبت وجهة نظره، بيتم اختبار الجنود الجدد، وبنكتشف ان هم اعلى بكتير في استخدام الاسلحة والنشان، وكمان اعلى في الاوزان اللي بيقدروا يرفعوا. بالتالي بتحصل منافسة مباشرة ما بين تود اللي هو افضل جندي عند الراجل اللي اسمه تشيرش، وما بين كين اللي هو المفروض ان هو افضل جندي في الفريق الجديد. وبالفعل بتبقى مسابقة جري. القائد ميكام قال لكين لا استنى، خليه يجري هو شوية وبعد كده انت بقى كمل، بحيث ان هو يديله اسبقية علشان يبقى المنافسة فير شوية. لكن بنشوف فعلا ان كين الاقل سنا سبق تود ووصل كمان. وتود اول ما وصل تحس ان هو التعب بدأ يظهر عليه على النقيض من كين. لكن القائد تشيرش ما كانش شايف ده، كان شايف ان تود لسه عنده روح، فأمره ان هو يطلع على السلسلة الحديد. لكن برضو كين سبق. فلإنهاء الجدل بقى قال له احنا لازم نخليهم يقاتلوا بعض. راح القائد ميكام قال له لا ده مش فير، علشان المنافسة تبقى فير طلع له 2 كمان من الجنود القدام. وبالفعل بيطلعوا والتلاتة بيحاولوا يألفوا كين، لكنه بيتغلب عليهم كلهم. ومن باب الياس تود راح طالع له فوق وقال ان هو لازم يلقفه من ورا. لكن كين ضرب تود بسرعة وكان خلاص هيقع، لكن وهو بيقع قفش في عينيه. لكن للأسف ما قدرش يمسك في السلاسل بعد كده وهو واقع والمفروض انه مات. بالتالي القائد بيقول لهم نتخلص من الجثث كأنهم ماتوا في تدريب عادي. بيرموا الجثث فعلا في كوكب اسمه أركيديا، كوكب للنفايات، أرض قاحلة ما فيهاش غير النفايات وطقس غاية في السوء. لكن بنفاجأ إن تود لسه ما ماتش، وأول ما بيفوق بيبص يمين وشمال بيلاقي جثث صحابه، وعقله بيحاول يترجم إيه اللي حصل. وبنكتشف هنا إن في عاصفة بتحصل كل شوية بتمرجح أي حد، لكنه بيلاقي خط حديد بيؤدي لمكان ما، فبيتتبعه لحد ما بيوصل لمدينة غريبة جدا موجودة تحت الأرض مليانة ناس معدمة. لكن بتيجي العاصفة بتوقعه فيقع أخيرا من الإرهاق والتعب ومن الإصابات طبعا اللي ألمت بيه. وبنتعرف هنا على أهل المدينة والقائدة بتاعتهم، وهنا بيقرروا إن هم يعالجوا الجندي ده لحد ما يشوفوا ميته إيه، وبيحطوه تحت رعاية ميس ومراته ساندرا وابنهم نيثن. وأول ما بيفوق بيتعرف على العالم الغريب ده اللي مليان ضحك ولعب وجد وحب، وفي ناس بتزرع وناس بتفرح وناس بتحتفل. لكن دايما الشعور إن ده مش مكانه كان دايما بيطرد، مش قادر يتأقلم على الموضوع ده، والحروب اللي خاضها بتطرده في كوابيسه. وفي مرة بيفوق من الكابوس بتاعه وبيلاقي نفسه ان هو بيهاجم حد من اهل المدينة لحد ما كان هيمعجنه، لكن فاق في اخر لحظة. وبنرجع هنا لميكام اللي عايز يدرب الجنود الجديدة دي، فبيختار كوكب النفايات ده ان هو يروح يدربهم هناك. فالقائد تشيرش بيقول له طب ما ممكن يكون في ناس عايشة هناك اصلا. قال له هنعتبرهم ضحايا حرب، واللي هنلمحه هنمرجحه. وفجأة بيظهر تعبان قدام الواد نيثن اللي بنعرف ان هو اساسا عنده مشكلة مع التعبين، لدرجة ان هو بعد ما تعبان هاجمه فقد النطق. فتوت بيحاول يعوده ان هو ما يخافش من التعبان ويواجهه ويقتله، لكن ابوه وامه بيدخلوا عشان يفتكروا ان توت بيعرض ابنهم للخطر. ومع الحادثة دي والحادثة ان هو كان هيقتل حد من المدينة قررت ان هم لازم ينفوا بره. وبالفعل بنلاقي توت قاعد وحيد، والأول مرة بتنزل من عينيه دمعة، دي أول مرة في حياته. الشعور بالخيانة من القائد بتاعه والشعور بالظلم من اللي أهل المدينة عملوه، فبالتالي بيبكي حاجة هو عمره ما عملها.
لدرجة ان هو بيمسك دموعه كده وبيشوفها. ايه ده بس بعد كده ابو وام نيسون بيشوفوه وهو بيقتل تعبان، فبيكتشفوا ان تود كان بيحاول يعلمه يواجه التعبان مش بيعرضه للخطر. بالتالي بيكتشفوا ان هم اخطأوا، وميس بيطلع علشان يرجع تود، واول ما بيوصلوا في نفس اللحظة بيوصل الجنود الجديد وكأنهم طباخين جايين يعملوا بطاطس محمرة. اول ما لمحوهم فضلوا يضربوا عليهم ومرجحوا الواد ميس اللي نزف دم كتير. وفجأة بقى شاف ان الجنود دول رايحين على المدينة، افتكر مراته وابنه وقال لتود حاول تنقذهم بأي طريقة. وبالفعل تود بيروح لهم على المدينة، وهنا بقى بتظهر فرق الخبرة، لأن تود هنا بيتحول لرامبو، والجنود العتاولة دول اللي هم كانوا داخلين يقشوا أهل المدينة كلهم اتحولوا لجنود عاديين خالص ما عندهمش خبرة ميدانية في الحرب. وأول ما بتوصل الأخبار لميكام وتشيرش بيقولوا لا احنا أحسن حاجة نعملها إن احنا نرجع الجنود ونلقف من بعيد، بحيث إن احنا نضربهم بالصواريخ والمدافع من بعيد. بس هنا بنشوف تود بيتحضر ان هو يواجه الجنود دول اللي كان متأكد ان هم جايين، وساندرا بتقول له احنا هنساعدك واحنا هنقف معاك علشان نواجه الجنود دول. قال لها لا انا مش محتاج حد يساعد. قالت له يعني انت واحد قدام 17 جندي هتعمل ايه يا موكوس؟ قال لها علق لهم الفانوس انا هقتلهم لك كله. وبالفعل بنشوف خبرة تود الميدانية في الحرب، لأنه بيمرجحهم كلهم لحد ما بيوصل لكين اللي كين أول ما شافه واستغرب أنت يا بورس اللي عامل كل ده. وبتحصل مواجهة أخيرة ما بين كين وتود، اللي الوهلة بنلاقي إن كين أقوى منه بكتير، لأنه في اللحظة دي عارف إن هو واجهه وعارف إن هو غلبه قبل كده. وبيدرك تود إن هو ما يقدرش يواجهه بالقوة، بس لازم يتصرف بذكاء. المهم أول ما لمح زنبوق على الأرض فبص عليه، فكين الغبي بص على الزنبوق هو كمان. فكين على بال ما وطى يجيب الزنبوق تود راح مشروحه بريشة المروحة. وبنرجع للسفينة الأم بنلاقي القائد ميكام أمرهم إن هم ينزلوا قنبلة علشان يبيدوا الكوكب ده خالص وما يبقاش فيه أسئلة وورق كتير. لكن لما الجنود نزلت تحت وبتعد خلاص القنبلة شافوا قائدهم تود اللي قائدهم في كل المعارك اللي خدوها قبل كده. وبنطلع للسفينة فوق، ميكام بيقول لتشيرش على فكرة انت لازم تتحرك دلوقتي. قال له انا مش هتحرك من غير الجنود بتوعه. راح مفرفر. وفي اللحظة دي بيوصل الجنود وبيرموا ميكام بره والاتنين الخونة اللي خانوا القائد بتاعهم، وبيروحوا بالسفينة على كوكب جديد المفروض ان هم يبدأوا فيه حياة جديدة خالص غير الحياة الشرسة اللي كانوا عايشينها، ويقرروا مصيرهم بإيدهم. اما القائد ميكام في لحظة الغرور ظن ان هو حافظ الكود بتاع ابطال القنبلة، فدخل اي كود وخلاص وفعل القنبلة قبل ما تنفجر اصلا، والكوكب كله أبيد عن بقرة آدم. هل عجبكم الفيلم ده ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات، ولو في افلام تانية عجبتكم قولوا لي برضه في التعليقات عشان نتكلم عنها. كان معاكم كريم رمضان. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدوس لايك وشير الفيديو عشان نوصل لعدد اكبر من الناس، ولو عجبك المحتوى بتاعي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو، بس ما تخليش اي فيديو او اي فيلم يلهيك عن الصلاة وعبادة ربنا. السلام عليكم.